هلا حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ يا رب تكونون بخير ونلتقي بكم من جديد وفيديوهات جديدة. واشتاقينا للبيت وللمطبخ وللتغييرات وللطبخ، ونشوف ايش راح نسوي تغييرات بالبيت. بس قبلها لازم ما ننسى اهل فلسطين، نذكرهم بالدعاء ان شاء الله. يا ربي اللهم احفظ اهل فلسطين والمسجد الاقصى من كيد الظالمين، وايدهم بنصرك وقوتك يا رب. اللهم اني استودعك بيت المقدس واهل القدس وكل فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين. نسألك الأهل الفلسطيني النصر على من عاداهم آجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب، يرحمهم وينصرهم ويثبت أقدامهم بحق لا إله إلا الله. وهاي مثل ما تشوفون جولة المشتل القريبين بيتي، لأنه رجعت لقيت كل نباتاتي ميتة، أغلبهم ميتات لقيتهم. طبعا بنات هاي الدراسينيا تذكرون من جبتها، يعني هي هيك كانت بس ماتت للأسف، كلها ماتت. يعني هسه هاي الاثنين جذرت لي اياها هسه ماتت. البلابة ماتت، الفوجيريا همينة لحقت على البلابة، مرت اخويا سوت لي اياها. الفوجيريا همينة والله يبست. فابو المشتل قال لي هي مثل حمل حر دائما تنشف. طبعا هاي صوت جيراننا، دائما تنشف يعني تموت بالحر. فهسه طلعت عندي مشكلة شنو؟ دود نمل يطلع من هاي الدراسينيا. فرحت هسه كنت بالمشتل عالجتها، شالوا لي الميت هذا كله الميت، طعمتها باثنين، اشتريت لها اثنين بعد خلوا لي اياها. وهاي الدراسينيا الثانية سويتها اثنين همينة. هي كانت شلت التين بوحدة، خليت هاي وحدة هنا وهاي وحدة، وجبت من عندهم هذني البلابات الثلاثة، اشتريت من عندهم هاي همينة. ما اقدر اصورها لها المراية هنا. واخذت بعد همينة مصورتها. هسه اصور لكم اياها، هسه ارتبها واصور لكم اياها اشوفكم شكلها النهائي. طبعا هاي الزعابيل والهوسة هاي كلها راح نشيلها، وراح نسوي تغييرات وتجديدات بالبيت، تجديدات على الشتاء. وراح نفرش البيت وراح نغير شوي شغلات بالبيت. نبي اكيد على الطرمة وهوسة الطرمة. وتعرفون احنا قلت لكم هاني منطقتنا بيها بناء، منطقتنا جديدة فهواي بيها بناء، وكلش معاناة عندنا من الرمل. يعني ولا كأنه الطرمة تغسليها منها ترجعين كلها رمل. والمشكلة الرمل دا يفوت للبيت يعني، وتعرفون جهال طبوا وطلعت يفوتوا للممر للمطبخ، للمطبخ وتشوفين المطبخ يصير كله تراب. يعني هسه ورا ما فرشنا البيت وهاي يعني كلش دا أعاني من هاي الحالة. ولو هسه يعني الجو بارد ما يطلعون بالطرمة هواية، بس والله هم نفس الشي. يعني حسرة عليش تفتحين الباب شوية البيت يميل تراب. فهاي شو نسوي، الحمد لله والشكر على كل حال. هسه هيك روتين سريع وياكم. ننظف البيت، اشتاقينا، رجعنا مشتاقين لتنظيف البيت، ورجعنا مشتاقين للبيت. وصدق لو قال المثل رحت البيت الله وجيت مثل بيتي ما لقيت. صدق يعني ما حد ما يلقى مثل بيته، بس لا يعني الأجواء هناك لا مستحيل. يعني في شيء من العمر، يعني في أجواء روحانية تجنن يا رب يكتب لكم إياها كلكم. فهسه احنا بدينا، قلت لكم راح نسوي تغييرات بالبيت. رحت مريت على ياسر وعمر فشوف شنو الشغلات الجديدة جايبيها. اشتريت هيك شغلات بسيطة، تحفيات وهاي الأشياء ناقصتني. أنا يمكن إذا تلاحظون قليل عندي هاي التحف وهاي الأشياء قليل. طبعا هاي شوف مسلة حمورابي أنا ما كنت انتبهت لها، هسه وياكم بالفيديو انتبهت لها. وأنا بنات من النوع أعشق التاريخ، يعني كلش أحب التاريخ كلش أحب التاريخ والأشياء الأثرية، الآثار الهاي. يعني الحمد لله والشكر أني من النوع عندي روح المواطنة كلش عالية، والانتماء عندي، حس الانتماء لها كلش عالي. أشوفكم هاي المبخرة كلش حلو، شكلها حلو هيك نازك. طبعا أنا ما توب من المباخر، جد أشتري مباخر وأنطيها هدية، يعني يا ريت لو هي تبقى عندي. يعني وياكم أنا كم مرة مشترية مباخر وكلهن أنطيهن، يعني ما تبقى عندي وحدة من عندهم. هاي شوفون هنا أشكال المباخر. طبعا هسه وياكم دا أكتشف شغلات حلوة، يعني ما أدري ليش ما جبتها أني. يلا هاد أرجع مرة ثانية وأروح أجيبها. طبعا هاي مثل الصينية مالتي اللي هي انكسرت للأسف، كان شكلها كلش حلو وراقي، بس يعني قدر الله وما شاء فعل، أخذت الشر وراحت. شوفوا هاي بنات التحفيات هيك الصغار، يعني فتشي كلش حلو، ايش قد حلوة، بالأخص هذين البغداديات والهاي
فقلت لكم يعني مرات الإنسان يحتاج يسوي تغيير بالبيت، لأنه إحنا بالبيت 24 ساعة. هاي عندي من عندهم إذا شايفيهم، إحنا بالبيت 24 ساعة، فنحتاج يعني نحتاج نغير باستمرار، نغير الصبغ، نغير الأثاث، يعني حتى لو نغير المكانات، يعني نغير مكان الأثاث، نغير يعني شغلات بسيطة. اللي ما يقدر مثل ما يقول نغير الأثاث والهاي، يشوف صعبة عليه إنه يغير هيك شغلات ومكلفة، يغير شوية بالديكور، يصبغ، يحط لوحات جديدة، يشيل لوحات، يعني هاي الأشياء البسيطة. يعني هاي قد ما سويتيها تغير من نفسيتك. طبعا هذا كلش عجبني، بس كان يعني سعره كلش غالي. يمكن أنا بصور لكم إياه مثل ما مبين التصوير حسب ما أتذكر، يعني صورت لكم دا أشوفكم إنه يعني ما يسوى هيك سعر. وهاي شغلات ردت طبعا، هاي ردت أخذهن وتعاملت ويا الولد وقلت له خلي لي إياهم، وطلعت ونسيتهم ما أخذتهم. لأن أعود على التغيير الجديد اللي بالمطبخ. قلت هذا الأشياء الخريفية وأنا مسوية مفرش وهاي السوالف بنفس اللون هذا الأورنج، قلت يعني أخليه يصير سيت وياهن، يعني توحد بالألوان الصير. فيعني ما أدري نسيتها وطلعت، يعني والله دايخة هواي شغلات أخذتهن. ورحت همي أنا من أبو طلال من كملت مسواق، أخذ السلة تكرمون مال زبل كبيرة، وقلت للولد نزل لي إياها، ومن نزلت حاسبت بس على المسواق ونسيت السلة وطلعت. طبعا يعني مشكلة، صاير عندي زهايمر مبكر كلش، يعني ما أعرف هالنسيان هذا داء النسيان كلش ده يعني. والمشكلة إنه الأشياء الجديدة أنساها، بس الأشياء اللي كلش قديمة أبد ما تروح من بالي، يعني التاريخ أبد ما يروح من بالي القديم، بس الأشياء الجديدة لا والله دا أنساها. هاي ترامس كلش حلوة، شفتها شكلها كلش حلو وكلش راقية، يعني كلش راقية هم يعني، بس ما أخذت منها بصراحة لأنه أنا عندي حاليا، فما أخذت حتى لا أكوم، لأنه صارت يعني هوسة عندي هواي شغلات أنا أريد أصفي، أنا أريد أطلع من عندهم. وأنا من زمان معتمدة فد نظام إنه كل حاجة أجيبها أطلع مكانها حاجة أو حاجتين، يعني ما أجيب وأكوم. قبل كنت أشتري فوق هيك أجيب وأكوم، أشتري هو كل شيء يعجبني أشتري لحد ما شلون الأمور خرجت عن السيطرة، يعني مكان ماكو وين أوديهن، يتعبوني بالترتيب بالتنظيف، يعني صاروا متعبين إلي أكثر مما هي مفيدة، وكل وين يلا أطلعهم واستخدمهم. فهسه قمت إنه كل حاجة أشتريها، شوفوا النزاكة طبعا كلش حبيت أشتريها، بس قلت أول ما أصل أكيد بناتي راح يكسروها، فغضت النظر عن الموضوع. نرجع لموضوعنا. فقمت أي شغلة أشتريها أطلع مكانها، يعني مثل أشتري ماعين أطلع مكانهن ماعين، أشتري جدورة أطلع مكانهن جدورة أنطيهن، ما أبقي مثل حتى لو شغل يعني الأشياء اللي أطلعها أنطيها هي مو أشياء تالفة أو مكسورة أو هاي، لا والله يعني أشياء كلها جديدة بعدها، ما صار لها هواي عندي. بس أنا من النوع أحب التغيير، وصوي تروح الصاحب النصيب، يعني سبحان الله رب العالمين يرزق ناس على ناس. فيعني أشياء ما أحتاجها أنطيها. هاي أول ما وصلت الهوس تعرفون. وهنا أنا حبيت أشوفكم هاي الشغلات اللي جبتها، يعني شلون الإسفنج تخلي صفن عليه المواعين هيك. هاي أخذتها، هاي هيك منظفات، هذا يعني منظفات. هاي أشياء يعني مو ذات أهمية. خلينا نشوف غيرها. بنات هذا الشبك كلش يفيد للمعجنات، من تبدين تفتحين العجينة، بالأخص إذا تبدين تفتحيها على مكان واسع، فهذا كلش يفيد. وهذا نفس الشوك اللي قبل شوية. وهذا سيت مال فناجين، بما إنه إحنا نستهلك فناجين هواي. وهذا أحلى شيء، يعني هذا أحلى شيء كلش حبيته. هذا مجسمات مال الحضارة العراقية، مسلة حمورابي، الزقورة، بوابة بابل، ثور المجنح، والأسد نسيته الأسد. وهاي شوفتكم إياها يعني أخذتها.
وهاي تعليقات هيك يعني. ان شاء الله من اكمل ديكور المطبخ الجديد، يعني هو المطبخ الجديد هو نفس مطبخي يعني، بس ديكورات اسوي له. هاي القطع اخذتها هيك، هاي حلوة حبيتها. وهاي وهاي مال المفاتيح، لانه مالتي صارت قديمة، صار لها كذا سنة عندي، يعني يمكن اقول لكم صار لها تقريبا 10 سنوات هيك. هاي هي في تعليقة او مال جدار، هاي كيفكم. هاي كراسي تتحرك لنا، وهاي ويا مفرش انا مشتريته جديد عن القهوة، فاختاريت هذا وياه. وهاي مجموعة هيك صغار وياهن. بعد شنو الاشياء اللي اشتريتها؟ هاي الاشياء يعني، والبقية شغلات يعني معجنات وهاي الاشياء. وما قدرت استعجلت لان بناتي عندهم واجب، جبت بس هاي الاشياء وجيت. هاي اول شغلة سويتها، علقت هذول الرفوف اثنيناتهم. طبعا اشتريتهم من قبل يمكن سنتين ومضمومة ما حد مسوي لي اياها، بس هسه هاي علقتهم. راح اخلي بيهم هاي الشغلات، واخلي هنا اعلق شغلات بالنص.